اهلا في كوره يونايتد. اسمي محمد ناجي وده الموسم ال11 ليا. اهلا بكل الناس اللي موجودين السنه دي، هيبقوا اول مره. كل الناس اللي كانت موجوده قبل كده اهلا بيكم. الفيديو الاولاني في الموسم الجديد احب اقول فيه ايه الحاجات الجديده او الحاجات اللي انت ما كنتش متوقعها واتغيرت السنه دي. في لعيبه بتبتدي الموسم من غير ما تاخد بالها. طبعا ده بيفرق تماما في اختيارك للعيبه والمنهج او الاستراتيجيه اللي انت هتمشي بيها الموسم ده. الفانتزي السنه دي اداره الفانتزي حاولت تلاقي طريقه ان تبقى اللعيبه بتجمع بيها نقط اكتر، ما يبقاش بس اللي بيسجلوا اهداف او يعملوا اسيستات. حتى في البونص ما يبقاش اكتر اللعيبه بتعمل تدخلات دفاعيه بس هي اللي بتاخد اكتر بونص. فبالتالي في لعيبه تانية او اماكن تانية في الملعب لسه مش بتحصل نقط كتير. فابتدوا يعملوا ايه؟ مثلا السنه دي الحارس المرمى كان بياخد في البونص بوينت سيستم، كان بياخد نقط على صدات من جوه الصندوق نقط اقل، ومن بره الصندوق نقط اكتر. لا، اي صدات هيعملها سواء متشاطه من جوه الصندوق او من بره الصندوق هيبقى ليها نفس عدد النقط. كمان الكورسات اللي بتتلعب في الصندوق والحارس بيمسكها، كمان التدخلات الدفاعيه اللي ممكن او التغطيات اللي يعملها الحارس، كل دي بتضيف للبونص بوينت سيستم بتاعته. حاجه كمان مثلا بقوا بيضيفوها للبونص بوينت سيستم علشان تخدم كل اللعيبه المدافعين، مش بس السنتر باك اللي بيعمل تدخلات دفاعيه كتير. لا، ادوا كمان فرصه يجمع نقط الفول باك اللي هو مدافع الطرف. ان هو لو بيراوغ او بيطلع لقدام بيعمل سبرنتات، بيعمل مراوغات، بيتعمل عليه تاكلينج، كل دي برضو يقدر يجمع بيها نقط. فاحنا مش بس هنختار سنتر باك زي الموسم اللي فات لانه هياخد ديفensive كونتريبيوشن بوينت وهياخد نقط البونص في البونص بوينت سيستم، يبقى مركزه كويس يعني. لا، الفول باك كمان السنة دي عنده فرص ان هو يجمع نقط كتير. كمان الديفنسيف اللي هو نقط التدخلات الدفاعية بتاعت السنتر باك كان بياخدها وبياخد البونص، فكده مستفيد مرتين. المرة دي لا، هتاخد الديفنسيف بوينتس كونتريبيوشن بتاعك على 10 تدخلات تاخد نقطتين بس. في البونص بوينت سيستم بقت فير مع حارس المرمى وكمان مدافعين الطرف في الاسهامات الهجوميه بتاعتهم، فكده البونص بوينت سيستم متوزعه على خط الدفاع كله وحارس المرمى بشكل فيه اريحيه او افضليه او في مرونه، ان يبقى كل اللعيبه واخده يعني النقط، مش بس الحارس في الصدات او بس السنتر باك في الديفensive بوينت كونتريبيوشن. في كمان حاجات اتغيرت، منها مثلا اماكن لعب اللعيبه في الملعب. في 12 لعيب بس اللي اماكنهم اتغيرت السنه دي عن الموسم اللي فات. ما فيهمش حد مهم قوي باستثناء مثلا كروبي جونيور من بورنموث، كان الموسم اللي فات مهاجم، السنه دي بقى نص ملعب. من الحاجات الحلوة قوي اللي اتغيرت السنة دي ان ترتيبك في الميني ليج وفي الاوفر اول ليج عموما هيبقى لايف زي فانتزي الفيفا لو حد كان لعبها مع كاس العالم. كل نقط بتتجاب او بتتسجل ابديت بيحصل لايف في الترتيب، مش بس في اخر اليوم بالليل. لا، لايف وقت وقت هتلاقي ترتيبك بيتغير وبينزل وبيطلع في الجدول. دي حاجة انترستنج وهتخلي المنافسة يعني في الفانتزي فيها إثارة أكتر. البونص بوينت سيستم بتشوف الريزلت بتاعته بعد الماتش ما بيخلص ب20 دقيقة بس. قبل كده كنا بنشوفه بعد ساعة أو ساعة ونص، فده مش هيحصل بعد كده، هتشوفه بعد 20 دقيقة على طول. غير شوية التغييرات البسيطة دي، الكروت زي ما هي بنفس عددها بنفس طريقة استخدامها. بس دي لحد دلوقتي دي الحاجات الجديدة اللي احنا عرفناها موجودة هتبقى في الفانتزي. طبعا خليك معانا واعمل فولو واعمل سبسكرايب هنا على تيك توك وعلى يوتيوب عشان تشوف الحاجات الجديدة وتشارك معانا في دوري كورة يونايتد السنة دي. شكرا واشوفكم الفيديو الجاي.